اكو بعض المواقف الوطنيه لازم نذكرها، يعني في برنامج نذكر منها. احنا عندنا الان امتحانات صف سادس الابتدائي، بعض كوادر المدارس الابتدائيه الاساتذه الله يبارك فيهم يجون الساعه 6 الصبح، يجيبون طلابهم طلاب الصف سادس، وايضا عوائل كريمه تفتح بيوتها لهؤلاء الطلاب، يخلون كراسي ويسوون ريوق لهم في سبيل يرجعونهم الماده قبل الامتحان اللي هو الامتحان الساعه 8. هذا المعلم وهذا المدير وهؤلاء الاساتذه حياهم الله، وهي مواقف وطنيه جدا جميله، واذكر منها ابتدائيه الرسل في حي الغرير في مدينه الشعب، وانا هذا الشيء شفته بعيني. يجي الكادر من الصباحيات خطير من الساعه 6 ويجمع كل طلاب الصف السادس الابتدائي، تعرفوا انتم المراكز الامتحانيه يتبدل بها الكادر، فيجمع كل طلاب امام المركز الامتحاني ويراجع لهم الماده. واحد مشايخنا الاعزاء يفتح بيته ويجيب كراسي ويسوي ريوق لهم للطلاب في سبيل انجاح العمليه التربويه. هذا موقف وطني. وايضا هناك ناس اساتذه نشروا على الفيس نفس الموقف ونفس المدارس، هذا موقف وطني، وحياكم الله، ومن هذا برنامجنا نحييكم ونشكركم.